تبغى عيالك يحبوك وتكون بينك وبينهم علاقة صداقة يتمناها كل أب وأم؟ هناك طرق تخليك تبني هذه العلاقة بينكم. أولا، خليهم يشوفوا العلاقة بين أمهم وأبوهم علاقة محترمة وسعيدة، وسوي نظام أسري متزن للأبناء. اثنين، خصص لهم وقت للحوار واسمع لهم، لأنه إنصاتك يوصل حبك لهم، وسمعهم كلمات الحب وضمهم وقبلهم. ثلاثة، قدر طفلك وخليه واثق من نفسه، لأنه بيخليه يشعر بالطمأنينة ويكون راضي عن نفسه وعنك. أربعة، شجع وتعاطف وساند وحفز بشكل مستمر، بس حط في بالك هناك مدمرات تدمر كل اللي بنيته، زي النقد واللوم والمقارنة بينه وبين أقرانه، لأنها تدمر شخصيته. وكمان الإهمال والحماية الزائدة والعقاب القاسي والعنف، لأنها حتصنع منه شخصية غير متزنة. انتبه من النصح الزائد، وخلي النصح والتوجيه زي الملح في الطعام. وإذا حاب تعالج أخطاء أبنائك بشكل صحيح، ابتسم ابتسامة المعالج، وخليك رفيق، وركز على السلوك الخاطئ، واختر الوقت المناسب. والأب الناجح هو اللي يقدر يتعامل مع كل خطأ بالطريقة اللي تناسبه، ولا يعطي الخطأ أكبر من حجمه. ودائما ادعي لهم بالهداية، وعرفوهم بقدوة البشرية والمربي اللي صنع القادة والناجحين، اللي هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وختاما، أولادك أغلى ثروة تملكها، وكل أصحاب الثروات قريبين من ثرواتهم، بل ما يغفلوا عنها. فكن قريب لأبنائك والصديق الحميم لهم.